الرحمن الرحيم. هذا البلبل مخلوع الجناح، هذا شوفوا شوي منزله بس هو ما ثابت. هذا شوف الاخير منه، هذا البلبل المخلوع شوفوا شلون واقف نازل. هذا شوفه منه من جهة السيم، هذا البلبل مخلوع هذا. فاحنا يوميا نسوي له تمرين، يوميا نسوي له تمرين لما شنو يرجع. شوفوا شلون الخلع، اذا مكسور لا عز الله بعد ما يطيب لو ترى يعني الشده لو كذا يعني شغلات. اذا مخلوع وتعرفه مخلوع الطير وما مكسور جناحه، نسوي له علاج طبيعي يوميا تقريبا 10 دقائق للجناح ماله. اول شيء تهده بالغرفه وتخليه يتحرك هوايه احسن يظل يرفرف بجناحه. زين احسن، هو صحيح يطير ويطيح بس قوي يصير على مود يتحرك. شوفوا شلون منزل جناحه. هسه راح شنو اعطيكم الطريقه مالته اللي نعالج به. هسه راح اوقف التصوير وشلون الطريقه نعالج بها 10 دقائق. هسه عندنا هذا البلبل قلت كم مخلوع كضيته، وهذا شوفوا شلون قاعد يعض هو مخلوع. هذا الجناح، هذا الجناح ماله مخلوع. الطريقه مالته شلون نعالجه لمده 10 ايام علاج طبيعي. هذا العلاج تطبق جناحاته لفوق وتخليه يتحرك. زين هذا الجناح المخلوع هو يوميا 10 دقائق هيك تطبق جناحاته. شوفوا شلون قام يصيح يأذي لمدة 10 دقائق. شوفوا شلون هذا الطير جناحه مخلوع. هسه شنو ارفع لفوق الجناح طابقين اثنيناتين لين الطير مخلوع وحركه هيك هو يتحرك همه. زين يوميا 10 دقائق، يوميا 10 دقائق. وقلت لك تهدى اول بدايه بالغرفه على مود تحركه يركض يطب منا على مود جناحه يحرك بيه ما تخليه ثابت بالقفص. وهسه هاي ال10 دقائق يعني يوميا تطبق جناحه للطير المخلوع لمده 10 ايام. هاي عن تجربه يا اخوان، عن تجربه. اطبق جناحه هيك وحركه هو يتحرك همه الطير مخلوع. هسه شو نسوي؟ نرجعه وين؟ للقفص، نهده بالقفص. هسه عدل وان شاء الله لاني 10 ايام الطير يستمر على هذا العلاج. فالطير يستمر. شوف ذاك هسه منزل من ذيك الجهه لمده 10 ايام تكظه هيك يظل يرافس. فجميع تشنجات جميع شيء وين؟ مرفوعات لفوق. تحياتي لكم للجميع، لا تنسون الدعاء.